شيخ حامد الكرغلي، كيف كان النبي يبول عند الشيعة؟ هل العطرة نقلت كيف نبي الشيعة يبول، ولا جحدت علم النبي لم تنقله للرسول؟ سؤال تافه. سؤال تافه؟ يعني أنا أسأل عن علم العطرة يبقى علم العطرة تافه عندك يا شيخ حيدر؟ أوف، قوية هذه. سؤالك عن بول النبي لا معنى له، اسأل عن صلاة النبي. لا، أنا أسأل هذا حكم شرعي وحكم فقهي وحكم ديني. هذا الرسول إذا كان الأئمة يجهلون كيفية عبادات الرسول، فكيف تقولون للناس اتبعوا العطرة والعطرة يجهلون حال الرسول في قضاء حاجته والأحكام الفقهية؟ هذا في رأيك أنت. طب خلاص، اعطيني كيف النبي عند الشيعة يبول، لأني وجدت رواية في كتاب من لا يحضره الفقيه أنه كان يتوضأ من الزبالة في بئر فيها زبالة. وأنت تعلم أن كتاب من لا يحضره الفقيه الصدوق نفسه يقول أنه يتكلم بما يفتي به ويعتقد به. يعني أنت ما عندك رواية كيف يبول النبي، وعندك أن النبي يتوضأ في الزبالة يا شيخ حيدر، يا شيخ حامد؟ حبيبنا الفاضل، أنت علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يعني أنت ما عندك كيف النبي يبول يا شيخ حامد، ما عندك صح؟ عندي كل ما يعطي النبي صفات الكمال. أنا يا شيخ ما اختلفنا صفات الكمال. أنا الآن لو زعمت أن عطرة أهل البيت تجهل كيفية أحكام العبادات للنبي، الحين واحد شيعي قال لك أنا بدي أقتدي بالنبي، هل أبول قائما ولا أبول جالس؟ أنت إيش تفتي؟ لا، أنا أفتي بما أفتى به أهل البيت عليه السلام في باب آداب التخلي. باب أداب التخلي، يعني أهل البيت أفتوا بباب أداب التخلي. أليس أهل البيت قول أهل البيت هو قول النبي؟ طيب ليش ما وصفوا كيف النبي يبول؟ ما دي حاجة تهم كل مسلم. عايزين